عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ صباح الخير. النهاردة بقى احنا يوم السبت. ويوم السبت عندي بيبقى فيه لازم الموضوع ده كده، ان بيبقى يوم الجمعة عندي بقى بيبقى شوية بقى ايه. بالليل بنبقى سهرانين في اكل في مش عارفة ايه، يعني الدنيا الصبح بيبقى يوم السبت ده مكركب عندي شوية. فانا حبيت كده اشارككم النهاردة معايا اليوم بتاعي من اوله، ونشوف كده مع بعض هنعمل ايه. لو انتي اول مرة بتشرفيني اهلا وسهلا بيكي، اتشرفت طبعا. ارجو منك الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس واللايك طبعا متنسيش. تعالوا يلا بسم الله الرحمن الرحيم كده نبدأ نشوف احنا هنغسل الحاجات دي ازاي وهننضفها ازاي. في البداية ده بريل مواعين اهو، اللي هو الفيبا اهو يا بنات. بنجيب الجيركن ده كده، بفضيه هنا. ده كان صابون اهو اسمه ايزي، مش بعمله اعلان ولا حاجة، انا بوريكم يعني الازازة دي اصلا بتاع الصابون ايد. وبعدين هي لما فضيت انا حطيت فيها البريل ده، بيسهل عليا. ودايما معايا حاطه شويه ديتول كده في اللي هي البخاخه دي. البخاخه دي موجوده عند اي حد بتاع بلاستيكات يعني، هتجيبيها منه تحطي فيها نص غطا كده من بتاع الديتول، وتحطي الباقي ميه وترجيها كده، هتبقى معاكي يعني محلول كويس تعقمي بيه الفرشه بتاعت المواعين، وبالذات لما تيجي تغسلي بيها مواعين تبقى المواعين بتاعتك نظيفه وكمان متعقمه. انا افتحها كده اهو، بسم الله الرحمن الرحيم. يلا نبدا. طبعا انا ببدا الاول بالمعالق، يعني لو انت حابه كده النهارده ان انت عندك شويه حاجات قومي يلا اعمليها، شجعي كده خلصيها. للاسف الميه بتبقى ضعيفه في الموتور. معالق طبعا والكوبايات دي اول حاجه. بعتذر طبعا عن الصوت يا بنات عشان تخلصي بسرعه كده. كده ما تكسبيش كده، تشجعي ان شاء الله باذن الله. برضو هنغسل دلوقتي مع بعض البوتاجاز، وهنشوف انا بغسله ازاي، طريقه سهله مفيهاش اي حاجه. كانت القهوه والمعالق الخشب والحاجات دي كلها انا اتعمدت امبارح ان انا اسيبها بالليل ما اغسلهاش، علشان اعمل لكم النهارده فيديو كده مع بعض. لو انت حابه يعني ان انت تتفرجي معايا وتشاركيني اليوم بتاع النهارده في الروتين. يلا نعلقها على طول كده اول باول بالحوض بالرشاقه اهو. دي جنبي كده اهو، بحس ان الفرشه مبقاش كده برجل تحت. حطي كده الجنب. ان شاء الله فيديو برضه عن الرشاقه بتاعتي ازاي بنظمها وازاي بنضف المطبخ عندي. الدولاب بتاعتي بحط فيها ايه. هو المطبخ اول ما بيروح يا بنات بيبقى البيت كله رايق. هو اهم حاجه انت لو خلصت المطبخ هتحسي ان انت ارتحتي كتير قوي ونفسيتك يعني ايه هاديه. المعالق دي بقى اوريكم في الاخر انا بنظم ازاي الرشاقه بتاعتي، وفي نفس الوقت ما بتقلش عليها حاجات كتيره اهو. لو انت حابه النهارده يعني تقومي تخلصي اللي وراكي مكسله، قومي كده يلا ما تكسليش. نشوف بقى الحاجات دي كده.
خلاص بقى كده. بسرعة كده خلاص دلوقتي. هحط بقى كده ايه نقطتين كده من الفلفل. هاخد بقى معايا كده احنا خير مره مش شايفين كده. تقدر تخليها تكتب معاك جديده نضيفه اهو. بس كده بقى ايه كده نشطف. شايفين هنكتبها ازاي؟ لازم شايفين الطبق. هاجي بقى هنا عندي طبقه كده الطبق اللي هحط فيها المعالق كده شويه قد ايه ده كده تحت. انا لما بقفلها بصراحه بحس ان هي تعمل تحت كده مش حلوه فبشيلها اهو. اهم حاجه ان هي دايما عشان تمشيها رجعت مكانها اهو اهو كده. احط بتاعي خالص. تعالوا بقى نشوف هنغسل ازاي الحوض في البوتاجاز معانا. البوتاجاز بتاعي يا جماعه اهوت. انا بوتاجازي فريش، هبقى اعمل لكم عنه ريفيو ان شاء الله في فيديو لوحده وازاي انا بنضفه دلوقتي. تعالوا بقى ننضفه من فوق وبعد كده ان شاء الله في الريفيو ده او في الفيديو ده انا هبقى اعمل لكم بالتفصيل انا بنضفه ازاي وهوري لكم كله من جوه ومن بره حته حته. تعالوا الاول نشوف الاول هنعمل ايه وهنضفه ازاي مع بعض. انا هشيل الحاجات دي اللي بحطها على الزراير اهي. الحاجات دي بجيبها من عند بتاع المفروشات اهيت. هشيل كده الحوامل بتاعتي بقى. هشيل الحوامل بتاعت القهوه دي. شايفين انا عملت اسيبه كده عشان اغسله معاكم واوريكم انا ازاي بغسله طريقه ازاي في غسيل البوتاجاز. بجيب كده شويه خل يا بنات، شويه بساط يعني مش كتير اهو، حاجه بسيطه قوي. وبجيب كده معايا اول ده معلش انا لازم تشيلي دول وتشيلي كمان الاشعال علشان ما تتضربيش. شايفه كده. وهلم الاول انتوا شايفين كده، هلم الاول البواقي بتاعت الاكل اللي بتبقى واقعه فوق اهو. شيلها كده بالراحه. هبتدي بقى اوزع الخل كله في كل حته في البوتاجاز اهو. انا بغسله عاده كل يوم وساعات كل يوم ويوم بصراحه حسب ما يعني ببقى قادره اهو.
خلاص انا كده وزعت الخل كله. بعد كده هجيب بقى البريل اهو، البريل بتاعي. احط الفرشه بتاعتي كده كام نقطه كويسه. وهبدا انا بحط السلكه، ما تجيبيش على البوتاجاز بتاعك ابدا سلكه ولا كلور ولا كيماويات ولا اي حاجه خالص، الا لو البقعه صعبه قوي. عندك حاجه اسمها ستريس او سيتريس، معلش السيتريس كويس جدا لو انتي مضطره، لكن لو مش مضطره والبوتاجاز كويس مفيهوش بقعه صعبه فما تبهدلوش اهو. خلاص كده اهو انتوا شايفين. عندك فوطه بقى تكون مبلوله، تيجي كده تشطفي بيها كل الصابون ده. بس كده، وبعدين فوطه ناشفه وخلاص اهو كده انتوا شايفين كده اهو. خلي بالك علشان المسمار اللي بيبقى طالع ده بيعور، فانت بتخلي بالك اهو بمنتهى السهوله اهو. مخدش منك 5 دقايق، انت بس ايدك فيه علشان ما توصليش لمرحله ان انت تبقي متضايقه من البوتاجاز بتاعك وتقولي انا عايزه اغيره، او تبهدليه وهو يعني بيبقى لسه جديد ولا حاجه. وطبعا الاجهزه الكهربائيه غليت جدا جدا يا بنات، فيعني الحاجه نستعملها بالراحه اهو. بقى بيبرق اهو. البوتاجاز ده يا جماعه انا جايباه من 3 سنين تقريبا، هعمل لكم ان شاء الله باذن الله فيديو عنه قريب يعني. اهو كده انا خلصت. والحوامل بتاعته دي يا بنات حوامل اسمها حوامل زهر، تبقى تقيله جدا، فانت بالراحه وانت بتحطيها. ودول انا كنت غسلاهم قريب يا دوب بس كده هلمعهم من فوق اهو يا بنات. كده دي يبقى فيها هنا اهو. هعملك ان شاء الله باذن الله فيديو قريب عن البوتاجاز انا ازاي بسلك العجين بتاعته كل شهر تقريبا او كل شهرين، علشان النار بتاعته تفضل معاكي ثانيه. هو البوتاجاز كويس باذن الله يعني ما شاء الله حلو، مش تعبني ولا حاجه، لكن انا برضو بواقي الاكل او كده فبحب ان انا اسلكه اول باول اهو. خلاص احط بقى الحوامل بتاعتي، هلمعها كده تلميعه. انا كنت غسلاها الاسبوع اللي فات وهقول لكم برضو انا بغسلها ازاي اهو. لمعيها بس كده عشان لو فيها بواقي اكل ولا حاجه. دي بتبقى في النص اهي. خلاص كده البوتاجاز بتاعي بقى زي الفل اهو. بحط بقى زي ما انتم شايفين كده. هو شكله جميل، هو ليه يا جماعه على فكره ظهر، بس انا شايله الظهر بتاعته، انا حابه ان انا ما احطش الظهر بتاعه بصراحه. احط كده الفيشه بتاعته، هو تاتش اهو. الشاشه بتاعته زي ما انتم شايفين اهي، دي العيون بتاعته شكلها شيك جدا اهو. هعمل لكم باذن الله عنه ريفيو كامل. احط بقى الكفرات بتاعه العيون بتاعه البوتاجاز دي بتاعه المقابض اهي، بتدي شكل حلو مع اللي تحت دي كمان. انا هبقى اللي تحت دي العليقه اللي تحت دي يا بنات، انا ان شاء الله باذن الله هعمل لكم ريفيو قريب اهو. بوتاجاز ممتاز للي حابه تجيبه او اللي بوتاجازها يعني باظ وعايزه تغيره اهو. كده هو شكله اهو في الاخر اهو يا بنات. بسم الله ما شاء الله جميل والله اهو، ونضيف جدا وسهل التنظيف. والنار بتاعته هوريها لكم برضو اهو، اوريك النار بتاعته اهو. يعني اللي حابه تجيبه النار بتاعته ما شاء الله بسم الله ما شاء الله قويه جدا اهو. زي ما انتم شايفين يمكن يكون واضح ان هو كمان النار طالعه ما شاء الله اهو. دي النار اللي في النص اهي زي ما انتم شايفين اهو. انا دايما بسلكه مش بسيبه يعني كده، ما ايديا مش فيه، لا انا ايديا دايما فيه زي ما انتم شايفين اهو يا جماعه اهو. بعد ما خلصت ونضفته بقى زي الفل ما شاء الله. ارجو منك الدعم بقى واللايك والاشتراك في القناه، اشتركي معايا في القناه يوصلك كل جديد معايا مش تخسري اي حاجه. شكرا. تعالوا نشوف بقى هنعمل ايه تاني.